السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بمر كورة عالمية. انتهى الأمر والأهلي بطل الدوري المصري 2023 بعد هزيمة طبعا امبارح بيراميدز من سيراميكا 2-1. الأهلي أقدر أقول مفيش خصم ليه، لا غريم للنادي الأهلي. الأهلي لا محلي ولا أفريقي، 43 دوري يعني أكتر من ضعف أندية مصر كلها في الدوري. آه، و38 كاس اكتر من حقق كؤوس مصر، وعندك 13 سوبر مصري، وكمان على الصعيد الافريقي برضه لا يوجد منافس النادي الاهلي. 11 دوري ابطال افريقيا، اكتر من ضعف اقرب منافسيه اللي هو الزمالك 5 ومازيمبي 5 بطولات. حتى كمان عندك 8 سوبر افريقيا اكتر من حقق كمان، واربع كاس افريقيا اكتر من حقق. فالاهلي الاول في افريقيا، و2023 الاهلي الاول في العالم يحقق بطولات، والاول في العالم فوزا كمان. عندك طبعا اربع بطولات في 2023 ولسه اربع بطولات في 2023 كاس. مش هنتكلم على السوبر اللي هو ايه اللي خده من الزمالك في شهر 10، لا، الكاس مصر عفوا، كاس مصر والسوبر ودوري ابطال افريقيا، وعندك الدوري المصري، ولسه عندك كاس مصر في اخر في شهر 8. وعندك كمان بطولة تاني اسمها السوبر الافريقي، وعندك كمان السوبر الافريقي، وعندك كمان دوري السوبر الافريقي. ده غير كمان ايه، يعني ان شاء الله ناخد لو خدنا البطوله دي تبقى 4 و3 7 بطولات، هنخش على كاس العالم للانديه شهر 12 برضه كمان تاني، يعني هنكون فايقين كده. طيب بالنسبه لموضوع تسليم الدرع، الاهلي خد بطوله امبارح. من المفترض ان الدرع يتجاب من نادي الزمالك، يروح في المباراه اللي جايه على طول، اللي بعد المباراه اللي خد فيها الاهلي الدوري. عندك الدوري امبارح خدوا امبارح، عندك ثلاث وعندك اربع وعندك كمان خميس، نهار خميس. يعني المفروض اتحاد الكوره ياخد الدرع من نادي الزمالك، ويوم الماتش يسلم من النادي الاهلي باحتفاليه عظيمه ورائعه. كمان من المفترض ان يتعمل ممر شرفي من نادي الزمالك قبل ايه، قبل المباراه. ده يعني مش عايز اقول انا ده شكل من اشكال الحضاره، مظهر العالم كله بيعمله، مظهر حضاري يبان للعالم كله ان نادي الزمالك او اي نادي في العالم او اي نادي، يعني ان المفترض بعد البطوله على طول بيتعامل ممر شرفي واحتفاليه ويسلم الدرع للبطل. ولكن اتحاد الكوره ما يعرفش، بيقول لك مش عايزين مشاكل يا عم، مفيش اي مشاكل خالص. ولكن خلاص، مبروك النادي الاهلي مهما يحصل، استلم الكاس يوم المباراه، ما استلمش اللي هو الاهلي بطل الدوري 2023. هل الدوري السنه الجايه باسمه الدوري المصري؟ الرابطه اعلنت، قالت ان احنا عايزين نغير شكل الدوري، وعايزين نغير اسم الدوري، هنخليه من الدوري المصري اسمه الى الدوري المصري الى اسمه دوري النيل لمده 3 مواسم. اسم الدوري النيل، هذا طبعا ما صرحت به الرابطه المصريه. لسه طبعا ما حدش يعرف ايه اللي يحصل طبعا، لان لازم ياخدوا راي الانديه كلها. المحكمه الاداريه العليا خلاص رسمي تقضي برفض طعني وزاره الشباب والرياضه والمستشار مرتضى منصور على عوده اللي هو المستشار مرتضى منصور لرئاسه نادي الزمالك من جديد، وايد عزل رسميا مرتضى منصور خارج نادي الزمالك، ولكن يحق ليه الدخول الانتخابات الفتره اللي جايه. من ضمن الاخبار مصطفى فتحي، طبعا احنا قلنا خلاص امام عاشور خلاص رسمي في النادي الاهلي بنسبه 100%، وتبقى الاعلان. طبعا الاعلان قال لك بعد الماتش الاهلي والزمالك. مصطفى فتحي، قصه مصطفى فتحي كان جاي عارض من التعاون السعودي رايح لمين؟ لبيراميدز. بيراميدز يحق لي ان يفعل البند، بس مقابل يدفع $1,000,000 لنادي التعاون السعودي. لسه ما نعرفش الحكايه ايه اللي يحصل، لكن مصطفى فتحي خلاص العرض خلصت 30/6. بيراميدز ما فعلش بند الشراء. مصطفى فتحي عايز يروح النادي الاهلي. الاهلي لو دخل في صفقه مصطفى فتحي وبقوه هياخد مصطفى فتحي، رغبه اللاعب الاهلي. ولكن نادي التعاون السعودي عايز اللي يدفع اكتر. بيراميدز لو دفع المليون
المليون دولار خد رسمي مصطفى فتحي. لكن حصل مثلا تعاون ما بين الاهلي وبين التعاون السعودي وبين بيراميدز، ممكن بنسبه كبيره قوي ان مصطفى فتحي هيروح نادي الاهلي. موضوع ديانج ده انا قلت لك قبل كده ان كان في قصه بينه وبين وكيله انه راح النادي الاهلي وما اعطاش المبلغ بتاعه، فوكيله طبعا قدم شكوى فيه فكسبها. راح جاوب امبارح ان بايقاف ديانج لو ما بعتش او ما دفعش الفلوس اللي عليه. الاهلي خلص الموضوع ودفع الفلوس اللي على ديانج، الموضوع خلص وديانج هيلعب مباراه نادي الزمالك. ايقاف القيد على نادي الزمالك، طبعا كان في مشكله من 2014 مع نادي لشبونه بسبب شيكابالا. القصه دي ان نادي لشبونه له فلوس عند نادي الزمالك او شيكابالا 600,000 يورو. عدت السنين 9 سنوات بالظبط، زادت الغرامه من 600,000 دولار الى 1,620,000 دولار. لازم نادي الزمالك يدفعها يا اما يتوقف القيد رسمي عن نادي الزمالك، يتوقف رسمي كمان، يعني مش هتوقف لفتره، لا ده يتوقف مفتوح، القيد مفتوح. طب ماذا لو نادي الزمالك دفع الغرامه بعد الايقاف ده؟ يعني ما نعرفش ايه اللي يحصل، لكن دي القصه برمتها ان نادي الزمالك يدفع الغرامه ده، القيد هيتفتح لنادي الزمالك. لكن في مشاكل تاني لسه، مشاكل تاني كتير عند نادي الزمالك. نتمنى ان نادي الزمالك يحل كل المشاكل بتاعته. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. عليكم وشيروا دعم القناه ومن كل عالميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.